بن كيران يكشف عن تفاصيل خطيرة وغير مروية عن أخنوش وشركته للمحروقات. عاد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة الأسبق بشريط الزمن إلى الوراء كاشفا عن كواليس إصدار تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم الصادر سنة 2018، وكيف خلا من إدانة صريحة لشركة أفريقيا لمالكها أخنوش رئيس الحكومة الحالي ورئيس التجمع الوطني للأحرار. أضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال كلمة له أمام أعضاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة فاتح ماي أمس الاثنين أن نواب التجمع الوطني للأحرار اعترضوا على مضامين التقرير الذي يتضمن الإدانة لشركة رئيس الحزب وقتها، قبل أن يتوجه ابن كيران بكلام مباشر إلى أخنوش: لا تنسى يا أخنوش أنك إذا كنت من خلال البرلمان والحكومة والجماعات تستطيع التلاعب على مستوى القوانين، فإن الثقة فيك ستنقص لأن المواطنين يتابعون، لكن الخوف ليس هنا لأنك سترحل سواء طال الزمان أو قصر، لكن الخوف الحقيقي هو أن تنقص الثقة في الدولة. وتحدث زعيم البي جي دي عن أخنوش باعتباره سعى لأن تتساوى الشركات الكبرى والصغيرة في أداء الضرائب، بأن خفضها للأولى من 30% ورفعها للثانية من 10% لتصبح جميعها مطالبة بأداء 20% لخزينة الدولة.